برضو انا بس عايز احسب نقطه بقى دايما طلبتنا. اتفضل. الناس كل يوم بتتكلم عن عقد عمر جابر واحمد توفيق. دي قضيه مهمه. شوف يا استاذ مجدي، مفيش نادي في العالم يقوم على رئيس نادي، يعني وقف المنتخب مصر مشي، الزمالك بقى باقي، ما كان فيه جلال بيه ابراهيم والدكتور كمال درويش ومرسي عطله وحسن عامر وحسن الفتوح ونور الدالي، نادي مليان، وبرجيله، نادي مليان. هل لما حد من دول مشي والنادي وقع؟ لا طبعا. برضه مفيش نادي في العالم بيقع عشان لاعب او اتنين. الفرصه بتاعت الاثنين انهم يروحوا يوقعوا مع الكابتن اسماعيل يوسف انتهت خلاص. انتهت خلاص. يعني ما بقوش موجودين في نادي الزمالك؟ لا انا كلامي واضح. الفرصه انهم يروحوا يوقعوا انتهت. انا اديت فرصه وحسام حسن ابراهيم وحسام جابهم لي وقالوا لي ادينا 48 ساعه. انا ما عنديش لاعب بيتحكم في نادي الزمالك وبيتحكم في فريق. حضرتك عايز توقع كنت رحت وقعت عند الكابتن اسماعيل. خلاص انا قلت لاسماعيل يوسف النهارده وده خبر ليك، اقفل الصفحه دي. متشكرين عمر جابر، متشكرين احمد توفيق. عندنا في المكان ده على فكره، وحتى لو مش عندنا، ناس بتحب النادي. يعني شوف الراجل البرتغالي بيتكلم عن نادي الزمالك ازاي. الراجل ده بيقول لك نادي الزمالك، يعني هو طبعا متابع نادي الزمالك، ده نادي كبير في العالم. بقول لاحمد توفيق وبقول للاخ الثاني، نادي الزمالك في فبراير 2003 لما كنت رئيس مكتب تنفيذي دكتور كمال درويش كرئيس النادي، كان النادي الاول على العالم. خد كده الاول على العالم. اللي مش عارف قيمه نادي الزمالك وقيمه فانيله نادي الزمالك، واحنا استاذ مجدي ما بنظلمش حد. محمد عبد الشافي لما جاله فرصه عشان يحسن مستواه قلنا له اتفضل. محمد ابراهيم زميلهم اتفضل، ما عندناش مشكله. انما تقعد تقول كل يوم انا عايز شروطي، انا هفرض مش، لا الكلام ده مش عندي خالص. في شائعات بتقول ان هم تعاقدوا مع النادي الاهلي، عندك خبر اكيد؟ لا مش النادي الاهلي بس، لو تعاقدوا مع النادي الاهلي انا اللي هشتري لهم الفانيلات الحمراء اللي هيلعبوا بيها. كانوا تعاقدوا مع النادي الاهلي فعلا. انا ما عنديش مشكله، بقول تاني ما عنديش مشكله، واخد بالك. ومفيش لاعب ساب الزمالك وراح الاهلي ونفع، مفيش لاعب ساب الاهلي وجه الزمالك ونفع الا جمال عبد الحميد وحسام ابراهيم حسن، وفيما عدا ذلك المحصله صفر. اشكرك جدا سياده المستشار.